قبل أيام أنا كنت عند الخطوط السعودية اللي جنب الجامعة، ولما خرجت إلا وفي شاب معه دخان واقف على الباب. طبعا ممنوع التدخين داخل الجامعة، فلما شافني دسها كذا، يعني عنده ذوق شوية وعنده أدب. فجيت سلمت عليه، فرد يده وإنه يعطيني يمينه وحط يديك ورا. قلت إيش اللي في يدك ذيك؟ إنه يضحك هنا. قلت قد شفتها دخان. قال لي هو دخان. قلت أنا أسألك بالله وخليك صادق معي، الدخان صح ولا غلط؟ قال لي لا والله غلط. طوالي ما يقدر يقول صح، في واحد بالدنيا يقول الدخان صح؟ قال لا والله غلط. قلت طيب يا ولدي أنت عاقل ولا مجنون؟ قال لا والله عاقل. قلت طيب ليش تمشي في الغلط وأنت عاقل؟ شوفك ما تقدر تدخن داخل تدخن برا، يعني داخل خفت من الناس وبرا ما خفت من الله. الله ما يطلع عليك الآن ويراك. قال إيش الرأي؟ قلت الرأي بطل يا أخي دخان. فإنه ينزلها من رجله ودس عليها. قلت أسأل الله أن يتوب عليك. والآن قلت بعد الدراسة إن شاء الله تنزل الحرم، تطوف بالبيت وتشرب من زمزم حتى تملأ بطنك من زمزم، وتقول اللهم إني أشرب هذه الشربة لتطهير قلبي من الدخان، وخلاص إن شاء الله. قال إن شاء الله الآن. قلت لا غلق عندك حصة. قال لا والله ما أسويها، أني أروح الحرم طوالي هنا ومشى. أسأل الله أن يكون قد تاب عليه وهداه.